قصتنا بتبدأ بلما عيلة رايقة، الأب راجع شايل ذرة خضرة ومختارها بالواحدة، بس اللمة دي كان ناقصها مفاجأة مجهزاها بنته شهد. مفاجأة ما كانتش تخطر على بال حد خالص. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. يا مشاهد، مشاهد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ادي يا ست الذرة اللي انت طلبتيها مني. أهم حاجة تكون خضرا. لا ده انا خليت الولية تقلب الشكارة وانقيها الواحدة بوحدتها يا ست. يجيب لك طولة العمر يا رب. الله على القعدة الجميلة. الجو بره عامل ايه؟ الجو تلج. اعملي حسابي في الشاي يا مشاهد. على عيني يا اخويا. انا رايحه الدرس يا بابا. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شهد بنتي دي ايه التدين اللي انت فيه ده يا بنتي؟ امال فين البناطيل الضيقة والقصة والحاجات دي كلها؟ هنا بقى أبوها ما كانش مصدق عينيه. شهد بنته اللي كانت دايما بتلبس بناطيل ضيقة وبتحط ميك اب ظهرت قدامه بشكل جديد خالص، شكل كله نور وإيمان. بس يا ترى رد فعل أبوها كان إيه لما شاف التغيير ده؟ بس ايه التغيير الجامد ده يا بنتي؟ انا مش مصدق عيني. والله يا بابا اللي انا اكتشفته ان كل ما البنت يكون لبسها واسع ومداريه شعرها وما بتكترش ميك اب زي ما يكون ربنا بينزل في وشها نور. ايوه يا حبيبتي، بس انت لسه صغيره، عيشي دنيتك. اختار دنيتي؟ طب تعالى يا بابا هوريك حاجه وانت اللي هتحكم، اختار دنيتي ولا اخرتي. أبوها هنا اتكلم بقلب الأب اللي خايف بنته تحرم نفسها من الدنيا، وقال لها الكلمة اللي بنسمعها كتير: انتي لسه صغيرة يا بنتي. بس شهد كان عندها رد يوزن بلد، وقررت تستخدم الذرة اللي في إيد أبوها عشان توصله الفكرة. ركزوا قوي في اللي شهد هتعمله. ايه رايك في كوز الذره ده يا بابا؟ اخضر وجميل يا بنتي، ده انا اللي منقيه بايدي. طب اشمعنى بتجيب الكوز المتغلف ما بتجيبش المكشوف ليه؟ مكشوف ايه؟ ده بيبقى عليكم دبان، وانا ايه اللي يخليني اجيب حاجه مكشوفه؟ اصلا اللي رايح واللي جاي ممقع عينه فيه، لكن ده لسه بسترته. الله ينور عليك يا بابا. دلوقتي شفتوا التشبيه؟ أبوها نفسه اعترف إن الذرة المكشوفة بيلم عليها الحشرات ومحدش يرضى يبصلها، لكن المستورة بتبقى غالية وصاينة نفسها. وهنا شهد رمت الكلمة اللي هزت البيت كله. اسمعوا الكلمة دي كويس عشان قلبت الموقف كله. كانت متغطيه فتبرجت فدخلت النار. الله ينور عليك يا بابا، كانت متغطيه فتبرجت فدخلت النار. فانت شايف ايه يا سي بابا؟ اختار دنيتي ولا اخرتي؟ بابا بابا ايه؟ انت رحت فين؟ معاك يا حبيبتي. اصل بصراحه كلامك وداني في حته تانية خالص. عارفه يا بنتي، لو كل واحد يفكر التفكير ده وخاف من اخرته كانت الدنيا دي بقت في حته تانية خالص. كلمة فتبرجت فدخلت النار ما أثرتش في أبوها بس، دي دخلت قلب أمها كمان وخلتها تراجع نفسها في كل حاجة، وإن الستر حماية مش خنقة. خلونا نشوف أمها قررت تعمل إيه بعد الدرس ده. الله يفتح عليك يا شهد يا بنتي ويثبتك على دينك ويقربك من ربنا انت وكل بناتنا. انا عايزاك تحمد ربنا وتشكره يا حماده على تربيتك لبنتك. حماده، حماده، ايه؟ انا بكلمك. كانت متغطيه فتبرجت فدخلت النار. فعلا يا حماده، تصدقي يا شهد يا بنتي بعد اللي انت عملتيه ده انا كنت مقصره في حاجات كتير وكنت بعيده عن ربنا، بس ان شاء الله بعد اللي انا شفته بعيني ده انا هتغير وهغير من نفسي في حاجات كتير قوي. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. الجمال الحقيقي هو اللي ربنا راضي عنه. خليكوا دايما مع اللي يرضي ربنا، عشان مفيش أحسن من رضا ربنا على الواحد. مش صح يا أحلى سميعة؟ لو قصة النهاردة لمست قلبكم والرسالة وصلت، صلوا على النبي في التعليقات واستنوا أحلى القصص اللي مش عادية.